كل لقمة وليها حكاية. أنا فلة ودي قناتي مخبوزات فلة، يلا نبدأ. تعالوا بمناسبة مولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام نحكي زمان كنا بنعمل إيه، أمهاتنا بقى كانت بتعمل إيه في المواسم. كنا بقى يا بنات نعمل للدكر البط ومعاه مثلا رز معمر، ما كنا نعمل دكر بط ومعاه كسكسي أو مبروم زي ما أي بلد بتقولها. كل بلد بتقولها شيء يعني لها اسم شكل، ماشي. وكنا برضك نعمل معاه كمان محاشي. وكنا لازم الدكر البط ينعمل في الموسم، او كان في ناس بتجيب لحمة، نعمل لحمة ولوبيا ورز معمر او متروس في الفرن. كان زمان اهالينا بيعملوا كده. النهاردة بقى اخترنا نعمل مع بعض دكر بط ومحشي. حابين تعملوا المحشي ني في ني زينا كده حلو، بيبقى خفيف في الصيف احسن من اللي هو المتسبك، بيبقى تقيل شويه في الحر. في الشتاء لو حابه تسبكي مش مشكله، في الشتاء بيبقى الدنيا ساقعه والمعده بتستحمل شويه، انما في الصيف خليه ني في ني احسن. خديها مني نصيحه، ماشي. ماشي. ونحط بقى الطماطم بتاعتنا تكون متسبكه وبالمنظر التحفه ده. وخلي طوالي عندك في الفريزر طماطم متسبكه وعيناها، لأي مثلا حبيتي تعمل محشي النهارده وبكره يبقى عندك كل حاجه. نعمل بقى مع بعض عزبان جميل ونحشيه، ماشي. احشيه بقى، ما تكتريش فيه الرز عشان ما يفرقعش منك في الحله، ماشي. وحاولي لما تيجي تحشي العزبان او الممبار تروحي جايه حطاه على الصينيه بتاعتك ومبططاه عشان سوى الرز يبقى كله سوى واحد، ماشي يا بنات. وما تملهوش كتير، ماشي، عشان ما يفرقعش منك كله. هتلاقي جلد والرز كله راح في الحله. ايوه، حطيه كده وبططيه، هتلاقي الصبح طالع كله بسوا بعضه، وكل الرز اللي فيه طيب، مش حته طيبه وحته طريه او مكلكح كده، ماشي يا بنات. احشيه بقى خالص، خلصيه. تكوني محضره الميه بتاعته، تحطي فيها بصلايه ورق روب، آه حبهان، عايزه تحطي مستيكه حطي، ماشي. وتسيبيه لما يستوي خالص وتنشليه يبرد شويه وتحمريه وتقدميه لاولادك او لعيلتك او لضيوفك. وبعدين تجيبي دكر البط، ما قلتلكوش عليه في الاول، تدبليه ببصل اسمه المرتة. تجيبي بصل تضربيه في الكبة او تخرطيه على ايديكي، مفيش مشكلة لو ما عندكيش كبة يعني. وتدعكيه بملح وفلفل اسمر جامد جدا، تحسي لو جاب ميته في ايديكي كده. وتمسكي البطة او الدكر البط بتاعك تدعكيه كويس جدا تحت الجلد وفي الفراغات، وتحشيه من جوه كمان بصل بالفلفل الاسود والملح لازم. وممكن تبيتيه ليلة في التتبيلة دي، اللحم يشرب منه، هتلاقيه طعمه مختلف خالص غير اللي انت تدبليه وتعمليه على طول، ماشي يا بنات. ونجيبه بعد ما يستوي خالص، سيبه يستوي خالص لازم، عشان انتوا عارفين البط لحمه بيبقى ما شاء الله احمر ولازم يستوي عشان ميبقاش لحمه جامد يعني، ماشي يا حبايبي. ونجيبه ندهنه شويه سمنه بحبه صلصه. والميه بتاعه الممبار غليت، لازم تغلي. وتجيبي العصبان تمسكيه بايديك الاتنين من هنا ومن هنا، وتروحي جايه سايباه في الميه. هو هيقفل على نفسه الاول. اول ما الميه بتغلي لازم تحطيه، لازم تكون الميه بتغلي عشان يقفل معاكي من جنبين الاتنين ما يوقعش رز، ماشي. كان عندنا باذنجان وكوسه وفلفل حشناهم برضك، ونزودهم شوربه. عايزه تحط على الشوربه صلصه ماشي، عايزه تخليها شوربه بس هي جميله من غير حاجه. ونسقيه شوربه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ماشي. نخلي نص الصبع كده لغايه نص الصبع ونقف، ماشي. ونسيبه يستوي خالص، ماشي يا حبايبي. ده كرات بط استوى خالص، نشيله بقى من الشوربه بتاعته.
وكده العزبان الروخر او الممبار استوى خالص بردك. نشيله ونحطه في مصفى يصفي ميته. ماشي. وخلي بالكوا على نفسكم يا بنات وانتوا بتنشلوه من الشوربه، عشان مفيش حاجه تطرطش عليكم لا قدر الله. ماشي كده بقى ايه، نجيب الفرشه بتاعتنا وندهن الدكر البط، ندخله الفرن. تعالوا بقى نحمر العزبان مع بعض. وخلي بالكم يا بنات، خلي طبق في ايديكم ما يكونش فيه ميه عشان ما يطرطش عليكم، وخلي خليكم بعيد عشان العزبان بيفرقع، عشان بس لا قدر الله ما فيش حاجه تبقى في وشكم. خلاص كده المحشي بتاعنا استوى يا بنات زي الفل زي ما انتم شايفينه، والممبار كمان اتحمر، واكله صحه وعافيه على قلوبكم. ماشي يا حبايبي. وكان معانا النهارده موسم مولد النبي الشريف، عليها افضل الصلاه وافضل السلام. يعودوا علينا دايما بالخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.